أهلا وسهلا، مراجعة جديدة ومسلسل إيكو. Who's the monster? قبل ما نبدأ المراجعة بتاعتنا عايز أقول لكم شوية معلومات. مسلسل إيكو هو المسلسل تقريبا أو العمل احنا بنتكلم في رينج حاجة و40 من عالم مارفل السينمائي. شخصية إيكو ظهرت معانا لأول مرة في مسلسل هوك آي، وده كان مسلسل موجود في المرحلة الثالثة من عالم مارفل السينمائي. في شخصية تانية ظهرت معانا في المسلسل وهي شخصية كينج بان اللي بيقوم بيها الممثل فينسنت دونوفريو. الشخصية دي ظهرت معانا في مسلسلات نتفليكس القديمة اللي كانت تخص مارفل زي مسلسل دير ديفل، وكمان ظهرت في مسلسل هوك آي، وظهرت دلوقتي معانا في مسلسل إيكو. كان في سؤال دايما بنساله لما شخصيه كينج بان او شخصيه ويلسون فيسك ظهرت معانا في مسلسل هوك اي، هل ده نفس الشخص او نفس كينج بان اللي احنا نعرفه من مسلسلات نتفليكس القديمه بتاعه مارفل؟ فالاجابه ما كناش عارفينها، لكن الاجابه اتاكدت بنسبه مليون في الميه في المسلسل ده لما تم ذكر احداث حصلت في مسلسل دير ديفل اي ثينك السيزون الاولاني. فكده بنسبة مليون في المية. وكمان تم التأكيد على بلاتفورم بتاع ديزني بلس إن أعمال نتفليكس القديمة بتاعت مارفل هي أعمال كانون داخل الام سي يو، وهي دير ديفل، جيسيكا جونز، ايرون فيست، وذا بانشر، وكمان لوك كيج، وكمان مسلسل الديفندرز. هم 6 مسلسلات بمواسم مختلفة. دي أعمال داخل عالم مارفل السينمائي، وأعمال أحداثها بتدور في الخط الرئيسي بتاعنا اللي هو 616. طيب بالمناسبة دي أنا هعمل فيديو إن شاء الله هينزل قريب جدا في ترتيب أعمال مارفل، عالم مارفل السينمائي من وجهة نظري، لأن في ترتيبين: في ترتيب بناء على ريليزنج ديت اللي هو تاريخ الإصدار، وفي ترتيب تاني كرونولوجيكال أوردر وهو على حسب الترتيب الزمني. أنا عامل ميكس ما بين الاثنين دول، وعامل أنا ترتيب يعني أنا شايفه هو ده الترتيب الصح اللي أنت المفروض تتفرج بيه. وطبعا الترتيب دلوقتي بقى في ابديتس وفي تغيرات زي ما انا قايل لك من شويه. فهعمل فيديو في ترتيب عالم مارفل السينمائي من اوله لاخره لو انت حابب تتفرج على العالم من اوله لاخره بالترتيب. واغلب الاعمال دي طبعا متاحه على ديزني بلس، واستنى الفيديو ده قريب. معلومه كمان ان ده يعتبر المسلسل الاخير اللي اتعمل وقت ما الاداره القديمه بتاعت ديزني كانت موجوده بقياده بوب شابك قبل ما يرجع بوب ايجر تاني يمسك ديزني. فده كان اخر عمل كان معمول ايام الاداره القديمه، وايام حتى الاكزيكتيف بروديوسر اللي هي اسمها فيكتوريا الونسو اللي هم مشوها. فده كان اخر عمل من الحقبه اللي احنا هنقول عليها الحقبه المتوسطه، لان قبل كده كان بوب ايجر موجود وبعدين جه بوب شابك وبعدين رجع تاني بوب ايجر. فده اخر حاجه احنا هنشوفها من اللوكشه اللي اتعملت ايام الكورونا والمسلسلات والعجن اللي حصل ايام الكورونا لما عملوا حاجات ما فيهاش كواليتي يعني بتاعتها كويسه. تمام. المسلسل ده في اوله كان 9 حلقات. تمام. وكان المفروض ان هو يتعرض بنفس الطريقه اللي ديزني دايما بتعرض بيها مسلسلاتها، وهي حلقه كل اسبوع. ايه اللي حصل؟ المسلسل ده كان المفروض ينزل السنه اللي فاتت، اجلوا المسلسل. وكمان قلنا او قالوا ان في ريشوتس هتتعمل. وكمان قال لك ان المسلسل بدل ما كان 9 حلقات بقى 5 حلقات. وكمان قالوا ان المسلسل تصنيفه بقى ريتد ار، وده اول عمل في داخل عالم مارفل السينمائي يصنف ريتد ار. طيب قبل ما اخش في المسلسل، اولا هل خطوه كويسه ان هم يخلوا المسلسل 5 حلقات مش 9؟ اه، ده كان المفروض المسلسل يبقى حلقتين. ماشي. ثانيا، هم عرفوا كويس ان الناس مش هتقدر انها تستحمل 9 حلقات. اوكي. فقال لك نخليهم 5. مش بس كده، قال لك ايكو دي شخصيه مش معروفه لسه ملهاش فانز ولا حد اصلا يعرفها، فليه اصلا اخلي الناس تتفرج على حلقه كل اسبوع؟ فانزل المسلسل كله لوكشه واحده زي ما كانت نتفليكس بتعمل او زي ما نتفليكس لحد دلوقتي بتعمل. فده برضو كان قرار موفق جدا. نيجي للقرار الثالث ان هو ريتد ار. انا متاكد مليون في الميه ان ده قرار تسويقي ملوش اي علاقه بالمسلسل، عشان لسه قايل لك من دقيقه ان المسلسل ده دخل في مرحله ريشوتس. اه، صح كده. جوه المسلسل هم مشهدين بس اللي يصنفوا ريتد ار، مشهدين في 5 حلقات. فاي ثينك ان هم في الريشوتس اللي هم عملوها هم صوروا فيهم المشهدين دول. تمام. وانت هتعرفهم وهتاخد بالك منهم. في مشهد كمان في الحلقه الاولى كان في كاميو لشخصيه معينه مش عايز احرقها لك، او هي ظهرت في التريل اصلا اللي هو دير ديفل. باين قوي انها متصوره عشان تتحط لدعايه للمسلسل، لان المسلسل لو ما كانش فيه الحاجات دي كان ممكن يقع تماما تماما، كان ممكن يفشل فشل ذريع.
هم قرارات عشان ينقذوا ما يمكن انقاذه. هم صوروا مسلسل وصرفوا عليه 150 200 مليون، اكيد مش هيركنوه، فقال لك هننزله، بس لازم نظبط حاجه كده عشان ننزله ايه، يبقى مسلسل متوسط. فاللي هم عملوه ده كان قرارات موفقه، رغم ان زي ما قلت لك المسلسل ما فيهوش مشاهد اصلا، ما فيهوش مشاهد دمويه خالص غير مشهدين، باين قوي ان هم متصورين ومحشورين في المسلسل عشان بس يعملوا ايه، هايب كده. بس هي خطوه كويسه لسبب. اول خطوه ان هم ينزلوا مسلسل لوكشه واحده، مش كل اسبوع، دي حاجه كويسه جدا، هو مش لوكي عشان نقعد نستناه. تاني حاجه عملوها ان واضح كده ان مارفل عندها استعداد خلاص انها تعمل حاجه ريتد ار، وفعلا فيلم ديدبول اللي جاي هو ديدبول وولفرين، ده هيصنف ريتد ار زي ديدبول 1 وديدبول 2، بس هيبقى اول فيلم في عالم مارفل السينمائي تصنيفه ريتد ار. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. المسلسل بتاعنا بيبتدي من احداث 2007 لما كانت مايا لوبيز، او اللي هي شخصيه ايكو اللي بتقوم بيها الاكوا كوكس، كانت صغيره وبنشوف طفولتها، وبتمر بينا الاحداث في الحلقه الاولى سريعا جدا، بتتنقل بينا عبر الازمنه لحد ما نوصل لاخر مره احنا سيبنا فيها ايكو، وهي كانت في مسلسل هوك اي. وبعدين القصه بتكمل من بعد مسلسل هوك اي. اللي انا شفته في الحلقه الاولى شدني جدا جدا جدا، وكنت منبهر جدا بالحلقه الاولى وبرتمها السريع، كان رتم سريع جدا، وواضح ان اغلب الريشوتس كانت معموله في الحلقه الاولى. وحسيت ان انا داخل على مسلسل، قلت الله ده شكله حلو جدا واحداث سريعه وبتاع، وشفت دير ديفل ظاهر في الحلقه الاولى والدنيا حلوه تمام. اخش للصدمه واتفرج على الحلقه الثانيه. على فكره انا كنت برضو ناوي ان انا اتفرج على الخمس حلقات مره واحده واعمل مراجعه مره واحده. خلصت الحلقه الاولى في نفس اليوم اللي هو يوم ما نزل، اتفرجت على الحلقه الثانيه يوم ما نزل، نمت. والله نمت وانا بتفرج. الحلقه الثانيه هي اسوأ حلقه في المسلسل تقريبا يعني. وبعدين في حاجه غريبه جدا في المسلسل، انت الحلقه الاولى تقريبا 50 دقيقه، والثانيه 50، والثالثه بتلعب في رينج ال 40 برضه، وال 50 الرابعه نفس الكلام، في الحلقه الخامسه نص ساعه. في حاجه غريبه كده مش مفهومه، وباين قوي ان المسلسل ملعوب فيه زي ما قلت لك. الحلقه الثانيه زي ما قلت لك ملل، ملل، اسوأ حلقه شفتها في المسلسل. الحلقه الثالثه احسن نوعا ما. الحلقه الرابعه ملل. الحلقه الخامسه نهايه هبله. هو ده المسلسل. صراحه احبطت جدا. يعني يا ريت المسلسل ده كان حلقه اولى، يا ريت كان المسلسل ده عملوه سبيشال برزنتيشن زي وول وولف باي نايت والحاجات دي. فاحبطت جدا. اللي عجبني في الحلقه الاولى كان في مشهد سيكونس اكشن كان معمول بشكل جامد جدا 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 وشكل حلو جدا. وكمان في مشهد برضو في الحلقه الثالثه معمول بطريقه حلوه جدا، بس برضو في تفاوت، ما تحسش ان نفس المخرج اللي عامل المشهد الاكشن او السيكونس اللي في الحلقه الاولى هو اللي عامل المشهد اللي في الحلقه الثالثه. انا ما اعرفش، ممكن يبقوا كذا مخرج، المسلسلات بيبقى اغلبها كذا مخرج، بس في حاجه غريبه في المسلسل. بس زي ما قلت لك هو واضح ان المشهد اللي عجبني ده اكيد كان متصور بعد ما المسلسل خلص، كان معمول له ريشوت، فعشان كده طلع بالشكل ده. بس هي طبعا تجربه، انا مش متحمس ان أنا اعرف قصه مايلو بيز. انا فاهم الابعاد بتاعتها، هم عايزين يجيبوا من السياسه اللي هم عايزينها، دي سياسه التنوع، الدايفرسيفيكيشن اللي هي عايزين يعملوها، ان هم يجيبوا حد من القدرات الخاصه اللي هي ايكو. بالمناسبه الممثله برضو من القدرات الخاصه، يعني ده مش تمثيل، هي دي فعلا ممثله صماء. و كمان ان هي شخصيه من الهنود الحمر او من السكان الاصليين لامريكا، فبالتالي القصه ليها ابعاد سياسيه، ومن ساعه ما مارفل دخلت في الموضوع ده الدنيا مش ماشيه كويس. بس للاسف انت كان ممكن تعمله بشكل كويس زي ما عملت بلاك بانثر، بس انا ما انبسطتش خالص بالمسلسل. ومن غير كلام كتير، المسلسل ما فيهوش اي حاجه تتقال، غير ان انا قلت لك ان احنا اتاكدنا في المسلسل ده ان ويلسون فاسك اللي ظهر معانا اللي هو كينج بيل هو نفس ويلسون فاسك اللي كان موجود في دير ديفل، وتم ذكر الموضوع ده وتاكيده في الحلقه الرابعه تقريبا. ومسلسل ما فيهوش اي جديد غير بوست كريدت سين في اخر المسلسل، وممكن البوست كريدت سين ده كان برضو من المشاهد اللي اتعمل لها ريشوتس. ممكن احرقه ليك لو انت مش حابب تحرقه، ممكن توقف الفيديو او تقدم الفيديو، بس هو عادي جدا احرق لك مشهد زي ده. بان من البوست كريدت سين ان كينج بان هو هيبقى عمدة مدينة نيويورك اللي جاي تمام. فده طبعا يقودنا لاحداث ايه، ده هيقودنا لاحداث كتير جدا هنشوفها في مسلسل دير ديفل بورن اجين، وممكن يقودنا لفيلم سبايدر مان اللي جاي، اللي هو في الاغلب هيبقى مكمل لمسلسل دير ديفل بورن اجين. وانا هنا اتحمست الصراحه، انا هنا اتحمست، خصوصا ان الاداره الجديده لما رجعت، او بوب ايجر لما رجع تاني، شافوا الحلقات اللي هم صوروها من مسلسل دير ديفل، عملوا ايه؟ كنسلوا المسلسل. تخيلوا كانوا مصورين 3 حلقات دافعين فلوس فيهم،
بعد ما شاف الثلاث حلقات قال لك احنا هنكنسل المسلسل وهنصوره من اول وجديد خالص، مش ريشوت بقى، هنمسح المسلسل ومشوا الكتاب ومشوا المخرج ورجعوا الكتاب القدام كانوا عاملين دير ديفل زمان، واللي كانوا عاملين مسلسلات نتفليكس القديمه، وابتدوا على المسلسل من اول وجديد، وقال لك هنبتدي نكتب المسلسل ولسه ما دخلوش صوروه من اول وجديد. فده قرار يدل ان هم ماشيين في السكه الصح، ان هم عايزين اي حاجه وحشه كانوا عاملينها قبل كده عايزين يغيروها. طالما حاجه لسه ما نزلتش خلاص احنا هنغير فيها، خلاص احنا عرفنا الغلط فين، خلاص احنا هنبتدي بطريقه مظبوط ومش مش هنكرر غلطاتنا تاني. فانا بصراحه متفائل. وانا بحب كينج بن، انا بحب ويلسون بيسك الممثل فينسنت دونوفري ده اللي شبه عادل شكل، انا بحبه جدا، بحبه جدا، انا بحب شارلي كوكس جدا بقى، شارلي كوكس اللي هو دير ديفل لما بشوفه على الشاشه كده. وبحب الموسيقى او ال... الانترو بتاعت دير ديفل، بعشقها لما بفتكرها كده، حماس كده بيظهر لي. فانا متفائل بالجزء اللي هو بتاع مارفل اللي هم عايزين ياخدوه، ده مارفل سبوت لايت، او الشخصيات المهمشه اللي هم عايزين يقدموها بشكل مسلسلات جانبيه كده اسمها مارفل سبوت لايت. وده برضو كان مسلسل ايكو، كان هو اول مسلسل يتقال عليه مارفل سبوت لايت. فانا متفائل الصراحه. اخيرا تقييمي لمسلسل ايكو هو 4 من 10. لو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب بقى والحاجات دي. واستنى الفيديو بتاع ترتيب عالم مارفل السينمائي من وجهه نظري، وهجيب لك كل الحاجات حتى اللي خارج عالم مارفل السينمائي تتفرج عليها امتى وازاي وفين.